اهلا وسهلا بحضراتكم. كنتوا قبل كده موجودين في مكان واحد اتخبط فيه في عينه وقال اه يا عيني اه يا عيني ومسك عينيه؟ حد فيكم كان عارف هيتصرف ازاي او هيعمل ايه؟ مع العلم ان الحاجه اللي انت هتعملها او الاسعاف الاولي اللي هتعمله لاي واحد اخد خبطه في عينه او في طوارئ العيون عموما، ده ممكن ينقذ عينه او يحافظ على عينه فيما بعد. كل واحد فينا معرض ان هو هيلاقي فجاه واحد حصل له حاجه معينه، يبقى لازم واحد فينا على الاقل يكون عارف هنعمل ايه. في الفيديو ده هنقول لكم ازاي تتصرفوا وايه الاسعافات الاوليه اللي ممكن نعملها في حوادث العيون. خليكم معايا. كنا متكلمين قبل كده عن اضرار المواد الكيماويه وكان فيديو بالتفصيل تقدر تعمل ايه، هيرجعوا له لو انتوا عايزين. اول حاجه احنا هنتكلم عنها النهارده، لو حد دخل في عينه جسم غريب اللي احنا بنسميه رايش. اول حاجه هتعملها هتفتح العين كويس قوي وتبص تشوف هل الحاجه الغريبه دي انت تقدر ان انت تشوفها ولا لا. والله الاحتمال الاولاني اللي هي ممكن تكون مثلا حشره، اللي هي ممكن تكون تراب، اللي هي ممكن تكون مثلا حته خشب حته ازاز، اي حاجه من الحاجات دي انت ممكن تشوفها وما تكونش لازقه في القرنيه، يعني ما عملتش مثلا ما كانتش بقوه كبيره ان هي تخرم القرنيه او تلزق فيها. هتعمل ايه حضرتك؟ كل اللي انت هتعمله ببساطه ان انت هتغسل عينه. تغسلها بايه؟ لو معاه قطره خير وبركه، مش معاه يبقى اي ميه. نفضل نغسل عينينا فتره طويله. بعد ما يغسل عينه الاستاذ اللي اتصاب ده، فتح لي كده عينك، والله نزلت خلاص مفيش مشكله، ما نزلتش ممكن اكرر المحاوله مره تانية. طيب فضلت لازقه في القرنيه الحاجه دي وانا شايفها، اتفضل يا باشا روح للدكتور، بس ما تدعكش في عينك وانت ما تحاولش تشيلها. يبقى دي اول حاجه، الجسم الغريب. لقيت بقى حاجه طالعه من القرنيه، مسمار بقى، خشبه، حاجه اخترقت القرنيه وفضلت لازقه فيها، هتعمل ايه؟ واحد يقول لي هشدها. اوعى تشدها، اوعى تشدها، اوعى تشدها. تمام؟ وصلت المعلومه؟ كل اللي انت هتعمله غطي العين بغيار، خد الباشا ده هتوديه للدكتور. طيب ما لقيتش غيار، اي لزقه ما لقيتش، حط له البلاستيكه دي كده، حطها له كده على عينه والزقها له باي لزقه. الحاجه الثالثه واتكلمنا عليها في اول الفيديو، كيماويات معينه دخلت في عينينا. كيماويات معينه دخلت في عينينا، اغسل عينك من 10 ل 15 دقيقه متواصل. لما هتغسل عينيك من 10 ل 15 دقيقه، وممكن انت في السكه تكون هو بيكون بيغسل عينه مثلا كوبايه ميه او ازازه ميه كبيره وانت متوجه بيه للدكتور، بالذات لو كان الم شديد وهو بيشتكي من شكوى كبيره. مش هنستنى لما نروح للدكتور، هنغسل عينينا الاول واحنا رايحين. حاجه تانية، واحد خد بوكس قوي في عينه ومتألم جدا وحصل حاجه اللي بتسميها بلاك اي، عينيه بدات بقى ايه، يبقى حواليها دم، تعمل له ايه حضرتك؟ كمادات تلج. كمادات تلج تتحط على العين. طب والله حطينا له كمادات وقال بسيطه وانا شايف وكل حاجه تمام، لا تفترض ان هي حاجه بسيطه دايما، لازم تروح تكشف على الشبكيه. ممكن يكون حصل قطع بسيط في الشبكيه، ممكن يكون لا قدر الله في شويه نزيف في الجسم الزجاجي. يبقى احنا لما هنكشف هنستبعد الحاجات دي، ولو لا قدر الله موجوده علاجها في المرحله الاولانيه سهل وتقدر تحافظ على جزء كبير من نظرك. طيب واحد مخبوط بآلة حادة وحصل قطع في الجفن، اوعى تلمس عينيه، اوعى تقول له تعالى كده اما اشوف دي كده، اضغط على عينك، طب هعمل مش عارف ايه. ما تضغطش على العين، ما تحاولش تشيل اي حاجه من مكانها، ما تحركش العين، لازقه بلاستر لفه حوالين العين او الجفن، ووديه للدكتور على طول. في بعض الناس بيكونوا ماشيين جنب واحد بيلحم، او واحد مثلا شغال في الحام، او واحد بتاع لحام نفسه ما هواش لابس الوش الحمايه بتاع العين، دول بيحصل لهم حاجه اسمها فوتو كيراتايتس، التهابات وقرح صغيره في القرنيه بتكون مؤلمه جدا. الناس بتوع اللحام ما تجيبش قطره البنج، ما تجيبش قطره البنج، ما تجيبش قطره البنج. كررتها كتير اهو، واتكلمت قبل كده ان في واحد كان عنده رايش في عينه وواحد بيلحم، فضل يحط قطره بنج قطره بنج قطره بنج لحد ما وصل في الاخر ان هو محتاج زرعه قرنيه. تمام؟ يبقى ما حدش ياخد اي قطره مسكنه. طيب الوقايه خير من العلاج يا جماعه. 90% من الحاجات دي اللي انا قلتها كلها نقدر ان احنا نقي نفسنا منها. 90% من مشاكل العيون نقدر ان احنا نقي نفسنا منها. اول حاجه، الراجل اللي شغال في مصنع او في منشاه، صاحب المصنع، اكد على العمال يا فندم ان تكون وسائل السيفتي موجوده، وقول لهم عينيكم وصحتكم وجسمكم اهم حاجه. رقم اتنين، الراجل اللي بيلحم، الراجل اللي شغال في الكيماويات، البس يا فندم الوش بتاع الحمايه بتاعك، ما تستسهلش. انا بيجي لي ناس كتير يقول لي والله انا مش عايز البسه، والله انا مكسوف البسه، والله بيضايقني في الشغل. يا جماعه الوقايه خير من العلاج. تالت حاجه، انت بقى واحد ماشي في حته، ماشي في سوق، ماشي جنب ورشه، لقيت واحد بيلحم، ما تبصش في النور.
لقيت واحد بيضرب بشاكوش او بمنشار او بشنيور او باي حاجه معينه، ما تقربش عينك منها. لقيت اطفالك ماسكين صواريخ بيلعبوا بنار، بيلعبوا باي حاجه، هيجي لهم الموضوع ده، خلي بالك. 90% من الحوادث دي نقدر ان احنا نحمي نفسنا منها. طيب واحد ماشي في الشارع عادي خالص كده، ما عندوش اي حاجة، وقال ايه ده انا ما بقيتش شايف، دي طوارئ عيون يا فندم. ده ممكن يكون لا قدر الله جاله جلطة في الشريان المركزي، وده بيتلحق في خلال 60 دقيقة. في خلال 60 دقيقة لو راح للدكتور، في احتمالية ان هو يقدر يعمل بعض الحاجات كده، الاجراءات، مساج على العين، يسحب شوية من السائل اللي جوه العين، خلخلة كده جوه العين بتاعتنا، عشان نقدر ان احنا نطرد الجلطة اللي هي اثرت على الشريان ده في الفترة اللي هي الاولانية، الفترة ال60 دقيقة اللي الشبكية فيهم بتكون فاقدة البصر وفاقدة التغذية، بس لسه ما ماتتش. بعد كده الشبكية للأسف بتبدأ إن هي تتأثر، وتبدأ النسيج بتاع والخلايا العصبية بتاعت الشبكية تبدأ إن هي تموت، وبعد كده أي محاولات للعلاج ما بيكونش ليها تأثير وما بيكونش ليها جدوى. حاجة أخيرة برضو من الطوارئ بتاعة العيون، وهو الارتفاع الشديد في ضغط العين، والناس اللي بيجي لهم acute congestive glaucoma أو ارتفاع شديد ومفاجئ في ضغط العين، وده بيبقى ألمه شديد جدا ومعاه صداع مع ميل الترجيع، أنا مش شايف كويس، القرنية متورمة. الكلام ده ما بيتعالجش في البيت، الكلام ده جري على طوارئ العيون. اتمنى الفيديو ده يكون فاتكم. هتلاقوا عندكم تحت الواتساب بتاع الطوارئ بتاعي، لو في اي حاجه ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نساعدها ونحلها مع بعض. كان معاكم دكتور محمد جوده، اتمنى اشوفكم في فيديوهات كتير. مع السلامه.